كاين رجال ما كيبخلوش غير بالفلوس، كيبخلوا بالاهتمام، بالكلمة الزوينة وبالأمان. واليوم بغيت نهضر معاك على الراجل البخيل، ولكن ماشي بالطريقة اللي كتوقعي. ما نقولوش الراجل البخيل وحش، نقولوا شنو هو البخل الحقيقي، فين كيوقع الخلط بين البخل والوعي، كيفاش المرأة كتطيح في راسها بلا ما تحس، وكيفاش تفرقي بين راجل مقتصد وراجل بخيل عاطفيا. إلا كنتي دابا كتسمعي، خلي راسك مرتاحة وخلينا نهضروا بلا عصبية، حيت هذا الموضوع حساس ولكن ضروري. شنو هو الراجل البخيل؟ الراجل البخيل ماشي هو اللي ما عندوش ولا اللي كيحسب مصروفه. الراجل البخيل هو اللي كيعاقبك بالعطاء، كيخليك تحسي بالذنب الا طلبتي، كيحسب كل حاجة دارها، كيعطيه ولكن كيذكرك، وكيخليك ديما طالبة ماشي مستقبلة. وهنا المرأة كتقول يمكن إلا صبرت يتبدل. علاش المرأة كتبقى؟ حيت كتخلط بين القلة والقيمة. كتقول ما بغيتش نبان مادية، كتقول هو هكاك ومتربي هكاك، وكتنسى تسول واش أنا مرتاحة. الفرق بين راجل مقتصد وراجل بخيل عاطفيا: المقتصد واضح، ما كيحبش العطاء، كيعطي باللي قدر وما كيحسكش بالذنب. البخيل كيتقلق إلا طلبتي، كيحب السيطرة، كيعطي بشروط وكيخليك ديما ناقصة. رسالة للمرأة: المرأة ما خاصهاش تطلب الحب ولا تستجدي الاهتمام. الراجل اللي كيحسب عليك كل حاجة راه ما كيحسبش ليك. البخل كيفاش كيكسر نفسية المرأة؟ الراجل البخيل ما كيدركش غير في الحاضر، كيبدل نظرتك لراسك مع الوقت. مع الوقت كتولي كتفكري 1000 مرة قبل ما تطلبي شي حاجة، كتعتذري على أبسط رغبة، كتقولي ما تستاهلش، وكتصغري احتياجاتك باش تبقى العلاقة. وهذا الشيء خطير، حيت الحب ما خاصوش يخليك تصغري راسك. البخل وعلاقته بالتحكم: بزاف ديال الرجال البخلاء ما كيهمهمش الفلوس، كيهمهم التحكم. كيحب يحس أنك محتاجة ليه، كيحب يكون هو مصدر كل شيء، وكيخاف إلا حسيتي أنك مستقلة بزاف. ومن هنا العطاء كيولي وسيلة سيطرة ماشي محبة. واش البخل كيتبدل؟ السؤال اللي كتسولو بزاف ديال النساء. واش الراجل البخيل يقدر يتبدل؟ الجواب الصريح: إلا كان واعي بالمشكل، إلا بغى يتغير، إلا خدم على راسو. أما إلا كان كيبرر، كيقلل، كيقلب اللوم عليك، راه التغيير بعيد. علامات خاصك ديري لها ستوب. ديري ستوب إلا كتخافي تهضري على احتياجاتك، كتفرحي بزاف على أقل حاجة، كتقولي غير باش يبقى، كتعيشي أكثر في النقص من الراحة. العلاقة اللي خاصك تكوني فيها صامتة بزاف راه ما فيهاش أمان. شنو خاصك تسولي راسك بصراحة؟ خلي هاد الأسئلة قدام عينيك: واش كنحس بالطمأنينة؟ واش كنكون على راحتي نطلب؟ واش العطاء متوازن؟ واش كنحس بأنوثتي ولا كنحس راسي كنقاتل؟ الجواب ديالك راه أهم من أي وعد. البخل ماشي طبع بسيط، البخل أسلوب حياة، وإلا ما عرفتيه بكري كيكلفك بزاف. سمحي لراسك تختاري راجل كيعطيك بلا حساب، ماشي كيحاسبك بالعطاء.